السلام عليكم ومرحبا بكم احلى واغلى متتبعات قناه عثمان زيدات. كنتمنى تكونوا بالف خير وتمام الصحه والعافيه، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. كما وعدتكم في الفيديو السابق، اليوم غادي نبارطاجي معكم الناس اللي وجدوا لهم الحويجات ديالهم واللي اللي وجدوا لهم الحويجات ديالهم باش ان شاء الله هكا يجوا لهم هذا الاسبوع اولا في نهايه الاسبوع. وكذلك مرحبا بالناس اللي باغا سواء تاخذ جليبات طالعين من عندنا، سواء تاخذ الثوب وتفصل جليبات عندنا، او لا هما ياخذوا الثوب يفصلوه ويجيبوا عندنا. مرحبا بكم. غنبدا لكم اول جلابه اللي عجبتني واللي عجبني بزاف اللي هو اللون الاسود. شوفوا معايا طلعت فنه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله. هذا القميص ديالها شوفوا معايا الشوشه، شوفوا معايا شوشه مضفوره، يعني ماشي شوشه عاديه البنات. علاش قلت لكم غنبارطاجي معكم بزاف المعلومات على هذا الميدان البنات. شوفوا الخديمه كي دايره، شوفوا الخديمه في الصدر كي دايره. ما كنبغيش نبقى نشكر في الخدمه بزاف، ولكن راكم نتوما كتشوفوا. هذه اول جلابه عندها هاد السيده، عندها الله يكمل عليها بالخير على وليدها، عندها هاد الجلابه هذه، وعندها هاد مولاي القفطان. شفتوا تبارك الله ما شاء الله. عندها هاد القفطان اللي جا رائع تبارك الله ما شاء الله. وعندها هذا القفطان حتى هو ديال بنتها، اللي شوفوا الرشيمه، شوفوا الخديمه ما شاء الله، شوفوا الكميمات تبارك الله ما شاء الله. يعني ما كنلقى ما نقول الا يا ربي يا ربي اللي كيخدم بالقلب ديالو، كيخدم بالحب ديالو للميدان ديالو، يا ربي تبارك ليه بجوج الحوايج، الصحيحه ديالو في العوينات ديالو، ويبارك ليه الله في الرزق ديالو. يعني راه ما نقولش لكم واحد الفرحه ملي كتخدم البياسه وكتطلع وكتجي زوينه. انا كنفرح قبل ما تجي لا مولاتها وتفرح، انا كنفرح في خاطري ملي كنشوف هكا وكيبان لي البياسه مزيانه، انا كنفرح. عندها هاد جوج بياسات ندوزو هاد الجنبه باش بالبلديه تبارك الله ما شاء الله. هادي هي واحد الحاجه كانت برا يلاه دخلت دابا، هادي جلابه الحصيره بالرانده ما صالحاش مزيان. شفتوا تبارك الله كيف جات. تبارك الله ما شاء الله. القفيطين كيف جا تبارك الله وما شاء الله. الفتيحات في الجنب، هاد الغوز فيشيا جا مع هاد البغونز رائع طبيعه الحال. الخياطه هنا درت ليها كل في البنات، شوفوا تبارك الجوهر صافي. شوفوا معايا حتى هادي درت ليها هادي واحد الكليانه من الداخله. تحيه لام هند، هانتي قفيطينه كطلع روعه، والجليبه دافعاها تخيط هي القميص ديالها. شوفوا معايا والفتيحات، شوفوا تبارك الله الذهب الذهب تبارك الله. هنا هادي ديال واحد الحاجه جلابه بالمسلول ما شاء الله. هذه جلابه ديال واحد السيده في اسبانيا، عندها هاد الجلابه هذه. انا كنقول لك شكون مولاتي.
هذه هي واحد الكليانه. صراحه البنات كان وقع ماشي سوء تفاهم ولا. جات عندي واحد في رمضان مع دخلات قالت لي شوفي ما نقدرش نشد من عندك، وقالت لي جايه فرحانه غنخدم عند ام عثمان سيدات وجايه كنجري. كانت برا وجات هنا قالت لي غنحط طيبات عند ام عثمان. قالت لي وبقى فيا الحال. قالت لي ومشيت، قالت لي التواب ما حطيتهم حتى شي وحده، ومشات سافرت وعطيها رمضان ديال داك العام اللي فات. وجات دابا في الصيف قالت لي وانا ندوز من حداك وانا ندخل. ملي دخلت لقاتنا ما عرفتش، ربما ديك الساعه لقاتنا واش كانت عندنا شي حاجه. راه الساعات ولا المطر ما يمكنش تلقاو ام عثمان ديما ضاحكه، راه كتكون شي حاجه عندك في الدار، شي حاجه عندك في الخدمه، شي مشكل عندك، يعني ما يمكنش تكوني ضاحكه دائما. وداك النهار دخلت عندنا قالت لي دخلت وانا والله ما عقلت عليها صراحه، ما عقلتش عليها انها جات عندي وقلت لها راه ما نقدرش نخدم لك وما نقدرش نشد شي حاجه. قلت لها راني عامره وفعلا كنا مبلوكي ما نقدرش ندير شي حاجه. ملي جات دابا شدينا من عندها، يعني عطيناها الوقت وشديناها من عندها. شو تبارك الله حويجاتها كيف جاو. وهي تقول لي شوفي ام عثمان عرفتي داك النهار كنتي في شكل، دابا قالت لي دابا فرحانه. قلت لها شوفي راه ملي كتكون عندي الخدمه كثيره انا كنكون مضغوطه، يعني ما نقدرش نزيد شي حاجه اكثر من القياس. ومسكينه خلصتني في جلال دفعت لي واقيلا وحده خلصتها وحده باقا، عندها جوج جلالب. وهي تقول لي والصراحه اللي دخل عندكم كيدخل فرحان وجههم غنخرجوا من عندكم كنخرجوا. قالت لي مزنقين علاش حتى حاطين الفلوس. هي فيها واحد الروح مريحه بعدا. وتبارك الله ما شاء الله الله يحفظها جليبتها طلعت الاولى طلعت، بقات ليها الحمر الجلابه الحمراء هي اللي بقات. هذه كانت شافتني لابسه ديك الجلابه اللي كنت لابسه هذا اللون هذا، حيت هذا اللون عندي في المحل هيا فصلت عليها. لان راه كيعشوكم ملي كتكون الامور يسرى راه بغيا الحوايج كيتخدموا. شفتوا تبارك الله ما شاء الله كيف جاتها. هذه كوموند، هذه ماشي من الدار البيضاء. هاد الجلابه هذه لا الياقوت، لا حتى عجبتني السميه ديال الياقوت. عندها الجلابه وعندها جلابه خاصها شوشه، وعندها جلابه ديال الرامبه. هذه جلابه ديال الاتيساج، الكحل الاتيساج كيجي رائع البنات وكيجي راقي. شفتوا الشوشه وخديمه بطبيعه الحال باليد. هذه دنيا طنجة، دنيا من مدينة طنجة. الحمد لله على سلامتها والحمد لله على الفكاكة ديالها. عندها هاد الجلابة هادي، وعندها قفطان ديال الراندا، وعندها جلابة ديال الراندا، يعني الجلابة ديال المسلول ها هي وجدات، وبقاو الجلابة والقفطان ديال الراندا اللي عاد راه مدفوعين. هذه جلابه ديال واحد الحاجه من حد السوالم. تحيه الناس حد السوالم. عرفتوا البنات راه يبان لكم شويه تكماش، والله العظيم هي الاخوات البارح العجاج ومشى راجلي في الموطور. حينتي خاص الناس اليوم الاثنين كاين الناس اللي غيجوا اليوم الاثنين يدوا حوايجهم. انا الطوموبيل خاسره لينا والله العظيم الا مشى في الموطور قلت لي ما تمشيش، لان الناس واحد القضيه والله العظيم الاخوات. الى السيده الاولى اللي صورت ليها القفاطن ديالها اتصلت بها نهار السبت، يعني كنت دايره معها السبت وتاخذ الحويجات ديالها. غير الحوايج انا ما كنصلحش في الشارع، ما كنصلحش هنا حدايا، كنصلح في المصبانه اللي من زمان وانا كنصلح عندها، يعني كنضطر نمشي حتى لجامع السنه ونصلح. قلت لها شوفي راه سكسات لي الطوموبيل هنا في الشارع الفوق وباقي لحد الان باقا ما صيبناهاش. قلت لها راه وقع لي مشكل في الطوموبيل وخاصها تريسيان وخاصها هذه وجات مع السبت والحد، واش ممكن؟ قالت لي شوفي ام عثمان حنا مع الميسره. قلت لها شوفي راه الناس اللي كنعرف راه كيقدروا المواقف وناس طيبين، والله العظيم راه صدر ربي الحمد لله، لا جيراني لا كلياني فني تبارك الله. هذه من حد السوالم، جيتي ليها ما جيتيش ليها راه غنمشي ناكل شويه في حد السوالم ونديها لك. هذه جليبه ديال الراندا، هذه باقا غاديه تدفع طرز الرباطي كذا، هي باقا مرشوبه جابها لي مرشمسه. هذه بقى ليها غير تدفع تطرز لكم. والله العظيم مسكين جاب داكشي في الموطور والحمد لله زعما راه كنكافحوا، والله العظيم الا كنكافحوا اللهم لك الحمد. بالنسبه واحد
هاد السلهام بقى واحد، ولكن خليته لواحد الصحفيه ملي قال سميتها. حتى حنا كنخدموا مع الصحافه، ما كنبارطاجيوش لكم شكون والسميات. خدات هاد السلهام هذا واحد خليته ليها، اللي بغات شي حاجه راه تكوموندي نصايبوه لها. غنزيد لها غير القفوله ونخليو لها واحد الكليانه عزيزه علينا. وكليانه هاد الكليانه كانت معنا في حي مسجد وتبعتنا حتى لهنا وحضرت الافتتاح وكتعجبني نقول لكم اش قالت لي. يعني باش ان واحد صحفيه كبيره وعندها واحد الاسم وعندها يعني قاريه على الميدان، قالت لي عثمان، قالت لي نقول لك واحد القضيه، عندك واحد الطريقه ديال بحال شي وحده صحفيه، يعني الطريقه ديال الهضره ديالك كتوصلي بحال شي وحده قاريه هادشي اللي كديري فيه، ولكن هادشي ما قارياش، هادشي تعلمته من الام ديالي وتعلمناه من الوالدين ديالنا، وهادشي مرسخ فينا، هادشي راه حنا هكا دايرين. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى الصحه والسلامه، ويلبسوا هاد الناس جليباتهم بطول العمر ويلبسوا ويعاودوا ان شاء الله، سواء عند عثمان سواء عند واحده اخرى. المهم هو انهم يلبسوهم بالصحه والسلامه ان شاء الله، وننتظروا الجديد ديالنا ان شاء الله. هاد البلاصه حنا غتشوفوها غتكون زوينه ان شاء الله. الرحمن الرحيم عما قريب. دعواتكم، فرجه ممتعه، والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد.